ليه العربيات بتستخدم بنزين؟ معاكم انجينيريا دي تلاتة. عمرك فكرت ليه تقريبا كل العربيات اللي بنشوفها في الشارع بتشتغل بالبنزين؟ يبدو سؤال بسيط، بس الإجابة بتشمل تاريخ وكيمياء وكمان شوية عبقرية. في الفيديو ده هنتكلم عن ليه البنزين بقى الوقود الأساسي في العربيات، وإيه اللي بيخليه مميز علشان يشغل العربيات. بس قبل ما نفهم ليه بنستخدم البنزين لازم نرجع بالزمن شوية. بس ازاي يعني نرجع بالزمن؟ طيب، تاريخ البنزين كوقود للعربيات بدأ هناك في نهاية القرن ال19. كارل بنز مهندس ألماني بنى سنة 1885 أول عربية بتشتغل بالبنزين واسمها بنز باتنت موتور فاجن. في الوقت ده كان في اختيارات تانية للوقود متاحة زي السولار وحتى البخار. طيب ليه البنزين هو اللي كسب المنافسة دي؟ الإجابة في الخصائص الفريدة للوقود ده. البنزين هو وقود سائل مصنوع أساسا من الهيدروكربونات، ودي مركبات كيميائية مكونة بس من ذرات الكربون والهيدروجين. الهيدروكربونات دي بتيجي من البترول الخام اللي بيتعالج في المصافي من خلال عملية اسمها التكسير. بس ايه هو التكسير ده؟ هو عملية هنا البترول الخام بيتسخن لدرجات حرارة عالية جدا، وبيخلي الجزيئات الكبيرة تتكسر لجزيئات أصغر، وده بيخلق أنواع مختلفة من الوقود. البنزين واحد من المنتجات اللي بتطلع من العملية دي، وجزيئاته أصغر وأقل كثافة من جزيئات السولار مثلا. دلوقتي ممكن تسأل نفسك إيه فايدة إن الجزيئات تكون أصغر وأقل كثافة؟ الإجابة في طريقة شغل الموتور. موتورات العربيات بتشتغل عن طريق الاحتراق الداخلي، يعني بتحرق الوقود جوه غرف خاصة علشان تولد طاقة. البنزين عشان جزيئاته أصغر بيتبخر بسهولة أكتر، وبيختلط بالهواء جوه الموتور بشكل أحسن. ده معناه إن الاحتراق بيحصل بشكل أسرع وأكتر كفاءة، وده بيولد قوة أكتر. كمان البنزين عنده قيمة حرارية عالية جدا، وده معناه إنه بيطلع طاقة أكتر بكتير لما بيتحرق، وده بيسمح للعربية تتحرك بكفاءة. بس استنى كده، لو البنزين كويس قوي كده، ليه في عربيات بتستخدم الديزل أو الإيثانول؟ ده سؤال ممتاز. الحقيقة إن البنزين مش مثالي لكل الحالات. الديزل مثلا أكثر كثافة وكمان عنده قيمة حرارية أعلى من البنزين، وده بيخليه مثالي للشاحنات والعربيات التقيلة اللي محتاجة عزم أكتر. أما الإيثانول اللي بيستخدم كتير في البرازيل فهو وقود متجدد مصنوع من قصب السكر، وده بيخليه أكتر استدامة. بس الإيثانول قيمته الحرارية أقل من البنزين، عشان كده العربيات اللي تشتغل بالإيثانول بتستهلك وقود أكتر عشان تمشي نفس المسافة. البنزين كمان ليه خاصية تانية مهمة اللي هي رقم الأوكتان. أكيد شفت الأرقام دي على مضخات الوقود زي 87 أو 95. الأرقام دي بتمثل رقم الأوكتان اللي هو قدرة الوقود على مقاومة الانضغاط من غير ما ينفجر قبل أوانه. لما الوقود بينفجر قبل الوقت الصح ده بيعمل دقات في الموتور وبيقلل كفاءته. البنزين اللي رقم الأوكتان فيه أعلى بيقاوم الانفجار ده أكتر، وده بيسمح للموتورات الأقوى تشتغل من غير مشاكل. بس إزاي البنزين بيقدر يوصل للخاصية دي؟ عن طريق إضافة مواد مضافة خاصة أثناء عملية التكرير. تاريخيا البنزين بقى هو المعيار لأنه كان متوفر بكثرة وسهل نسبيا في الإنتاج، وكمان كان عنده خصائص مناسبة جدا للموتورات في الوقت ده. ولما بقى واضح ان البنزين هو وسيلة ممتازة لتشغيل العربيات، ما أخدش وقت طويل لحد ما بقى هو الوقود الأساسي في القرن العشرين. وكمان البنزين عنده مميزات عملية خلت الناس تفضله وتستخدمه كتير. البنزين سهل التخزين، ممكن يتنقل بسهولة، وكمان محركات البنزين تصنيعها وصيانتها أسهل نسبياً. البنية التحتية لتوزيع البنزين اتطورت بسرعة كبيرة في كل العالم، وبقى في محطات وقود تقريبا في كل مدينة،
وده خلق حلقة مستمرة. كل ما عدد العربيات اللي بتستخدم البنزين زاد، كل ما اتبنت محطات وقود أكتر، وده خلى استخدام البنزين أسهل وأريح، وده شجع ناس أكتر يشتروا بنزين. دلوقتي أكيد بتفكر، هل البنزين هيفضل يستخدم على طول؟ الحقيقة الإجابة لأ. العالم بيتغير وفي تكنولوجيات جديدة بتظهر. العربيات الهجينة اللي بتجمع بين محركات البنزين والمحركات الكهربائية بقت موجودة في الشوارع، والعربيات الكهربائية بالكامل بقت أكتر شعبية، وأسعارها بقت في متناول الناس. وكمان الباحثين شغالين على تطوير محركات الهيدروجين اللي بتوعد إنها تكون بديل نظيف وفعال. بس لحد دلوقتي البنزين لسه هو أكتر وقود مستخدم في العربيات على مستوى العالم. الحقيقة الأهم إن البنزين سيطر على سوق العربيات بسبب مجموعة عوامل مع بعض: خصائصه الكيميائية المثالية للاحتراق، وفرته وسهولة إنتاجه، والبنية التحتية للتوزيع اللي اتأسست، وبساطة المحركات اللي بتستخدمه. استخدامنا للبنزين بيساعدنا نفهم ازاي العربيات بتشتغل، وليه في تكنولوجيات جديدة بتظهر علشان تستبدله. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو، استغل الفرصة واشترك في القناة لو مش مشترك، سيب لايك وفعل الجرس بتاع الإشعارات، ولو شايف ان المحتوى بتاعنا مفيد فكر تبقى عضو معانا علشان تساعدنا نكمل وننتج محتوى هنا على المنصة. وكمان نذكرك في فيديوهاتنا، ولو انت فضولي وعايز تعرف اكتر عن الكورسات اللي برشحها، شوف امسح الQR كود اللي على جنب او ادخل على الرابط في وصف الفيديو علشان تقدر توصل لفرص كتير تطور بيها مهاراتك اللي هتفرق معاك في شغلك. طب وانت رأيك كيف مستقبل وقود السيارات؟ شايف ان العربيات الكهربائية هتسيطر قريب، ولا البنزين لسه قدامه سنين كتير؟ سيب تعليقك تحت هنا وشارك الفيديو ده مع صحابك هنا على الجنب. في فيديوهين ممتعين لازم تتفرج عليهم عشان توسع معرفتك وتستكشف فضولك. ولو حابب تدعمنا اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، وفكر تبقى عضو في القناة. وده كان كل حاجة يا عشاق الهندسة، تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.